السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أثارت أميمة الحشاني خبيرة التجميل والمكونة الدولية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهورها لأول مرة ككرونيكيز في أحد البرامج التلفزيونية وحديثها عن شروطها الباهظة للزواج. وتعرضت أميمة الحشاني لموجة من الانتقادات والسخرية في أول ظهور إعلامي لها، حيث انتقد التونسيون المبالغة في شروط القبول بالزواج، منها حديث عن قيمة المهر الذي تطلبه للزواج والذي قدرته بمليار دينار وأكثر. وأكدت أميمة الحشاني التي تعمل في مجال الحلاقة والتجميل وانضمت لبرنامج العائلة وتلمت على شاشة قناة تونسنا التونسية ككرونيكيز إنها لا تقبل الزواج دون خاتم ألماس ومليار مهر وفيلا معتبرة. وقالت أميمة الحشاني في ردها على سؤال الإعلامية ميساء باديس حول موقفها من البذخ في حفلات الزفاف، أول كلمة نحب نبدأ بها في ردي على السؤال: الغالي للغالي ما فيهاش نقاش، العبد قد ما يغلي روحه قد ما يلقى روحه. أنا مع البذخ خاطر أنا كطفلة عندي شروط. وإلى هنا أترككم أصدقائي وأصدقاء القناة في رعاية الله وحفظه، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. أسعد الله أوقاتكم.